إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من بركات هذه الشريعة الإسلامية أنها شريعة شملت كل جوانب الحياة الدينية والدنيوية، كل ما يحتاجه الناس في علاقاتهم، في علاقتك فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين الآخرين، فيما بينك وبين نفسك. نظمت هذه الشريعة الإسلامية المباركة ما الذي لك وما الذي عليك، حتى يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا عيشة طيبة هنيئة. فالشريعة المباركة ليست شريعة مساجد وصلوات وزكوات، كيف تصلي وكيف تزكي، لكن أيضا كيف تتعامل مع الناس، وخاصة من تحتاج إلى التعامل معهم دائما. فكلما عظم هذا التعامل كثرت هذه الأحكام الشرعية في بيان كيفية التعامل مع هذه النوعية من الناس الذين تحتاجهم في حياتك. ومما تكلمت عليه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتعاملية منه صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الأزواج، علاقة الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. سنسلط الضوء في هذه الخطبة على أمور ينبغي أن لا تغيب عن أذهان الأزواج، من أراد أن يتزوج أو من أقدم على الزواج، حتى لا ينفرط حبل الحياة الزوجية ولا تنهدم المملكة الأسرية التي بناها الزوج وزوجته. من هذه الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن تكون تحت نظر كل الأزواج أن الزوجة كاملة الأوصاف، الكاملة المكملة، الجميلة الطيبة الودودة البارة المطيعة، حسنة التربية، حسنة التعامل مع الأزواج. هذه في الحياة الدنيا ما يكون إلا في الأحلام والأوهام والأماني والرغبات، وأما في أرض الواقع لا يكون. قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. فالكمال في النساء نادر وعزيز بعكس الكمال في الرجال، لما فطر الله عز وجل عليه النساء من النقص والضعف والإعوجاج. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصاية والرعاية بالنساء لهذا النقص الذي يكون في المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الله خلق المرأة على هذا الإعوجاج، طبيعة المرأة، خلقة المرأة، هرمونات المرأة، جينات المرأة هي التي تصنع بها هذا الإعوجاج الذي لا يكون في الأزواج ولا في الرجال.
فمن أراد أن يتزوج لابد أن يراعي هذا الأمر، فلا تنفرط الحياة الزوجية ويستعجل الزوج الطلاق والنفرة من زوجته لأنه سمع منها شيئا يكرهه أو رأى منها شيئا يضايقه أو فيها طبع أو طبائع لا تستقيم مع طبيعته، فلا يعاجل الزوج بالطلاق، ولا يقول الزوج أو يرى في نفسه إصلاحا وطيبة وكرما وجودا ويتصور أن هذه الزوجة ستقدر في كل الأحوال طيبتك وكرمك وحبابتك ووفائك. بيت الزوجية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأزواج وأمهات المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه البسيطة، ما خلق أكرم منه صلى الله عليه وسلم ولا أطيب ولا أعظم وفاء وطيبة وحبابة، لا يظلم أحدا لا قريبا ولا بعيدا، ولا تسمع منه ولا ترى منه إلا ما يسرك. ومع ذلك رسول الله وهو رسول الله لم يسلم من وجود الأذى من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الشرف والفضل وهن من هن في الشرف والفضل، نساء اختارهن الله لنيل لقب أم المؤمنين. مع ذلك امرأة قد يصدر منها الأذى الذي يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب لابنته حفصة لما انتشر إشاعة في المدينة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه ولم يحصل، لكن آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغضب عليهن صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وأقسم بالله وآل وأقسم أنه لا يدخل بيت امرأة منهن شهرا كاملا من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم على زوجاته، شهر كامل ما دخل ولا بيت ولا واحدة منهم. فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر رضي الله عنه إلى حفصة يستفصل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ يعني في واحدة منكم تزعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله تزعل عليه ولا تحاكيه وغضبانة عليه اليوم كله وهو رسول الله؟ قالت: نعم. قال: خابت وخسرت، ألا تأمنين أن يغضب الله عليك لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تصور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تصدر منهن هذه الزعلة والغضب على رسول الله. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخطأ وهو الذي قصر وهو الذي قال ما لا ينبغي؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا المرأة، طبيعتها فطرتها عقلها، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع يعلى، فإن تركته لم يزل أعوج. هذه الحياة الزوجية. فلا تتصور أيها الزوج مهما بلغ فيك الحبابة والطيبة أنك ستسلم مما يؤذيك وستسلم من كلمة تكرهها وفعل يؤذيك، لا تتصور هذا أبدا. لا تعيش في عالم من الأوهام والأحلام. حياة زوجية لابد فيها كدر، لابد فيها زعل، لابد فيها أمواج، لكن العاقل هو الذي يقود هذا المركب حتى تسلم المركب من هذه الأمواج ولا ينفرط حبل هذه المملكة وبنيان المملكة. وخاصة على وجه الخصوص المعددين، من كان له أكثر من امرأة سواء على ذمته أو امرأة على ذمته وبعضهن مطلقات، يكثر الأذى لهؤلاء المعددين بسبب هذا التعدد. فلا بد أن يتسع صدرك أيها الزوج وتحتمل أخلاقك بعض ما تكره من زوجاتك، لأن عادة النساء إذا كن ضرائر أن يحدث منهن ما يحدث من الغيرة التي قد ينزعج منها الزوج.
جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فأمر له ببناء خيمة صغيرة يعتكف فيها في داخل المسجد، فأمرت عائشة رضي الله عنها لها بخيمة في المسجد، أرادت هي أن تعتكف. فلما رأت حفصة خيمة لعائشة أمرت ببناء خيمة لها في المسجد، أرادت أن تعتكف. فلما رأت زينب خيمة عائشة وخيمة حفصة رضي الله عنهن أمرت ببناء وخيمة لها في المسجد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وخرج من وراء هذه الأبنية قال: ما هذه الأبنية؟ ما هذه الخيام الموزعة في المسجد؟ فقالوا: يا رسول الله، هذه خيمة عائشة وهذه خيمة زينب وهذه خيمة حفصة. فقال صلى الله عليه وسلم: البر يردن، يعني يبون الطاعة، يبون البر، يبون الاعتكاف، ولا هذا حصل بدافع الغيرة؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذه الأبنية والأخبية، وحتى خيمته صلى الله عليه وسلم لم يعتكف فيها، وخرج من معتكفه صلى الله عليه وسلم، ما اعتكف هذه السنة. فلا بد أن تتسع الصدور، ولا يصل الإنسان إلى مرحلة الطلاق. ازعل من حقك تزعل، تعصب، ترفع صوتك، كل هذه الوسائل جائزة، لكن لا تضع الطلاق على خارطة المفاوضات والطاولة لمعالجة أي أمر تكرهه في زوجتك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للعالمين. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الزوجين بكلمتين اثنتين، قال صلى الله عليه وسلم: فدارها تعش بها. فلا بد أن يتعلم الأزواج فن المداراة وفن التغافل حتى تعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة هنية إلى القدر الممكن الطبيعي الذي يمكن أن يعيشه الإنسان في الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل ما جعل السعادة في الدنيا كالسعادة في الآخرة. فالسعادة في الآخرة ليس فيها منقصات ولا مؤلمات ولا مؤذيات، بعكس الحياة الدنيا. مهما بلغ فيك من الديانة والطاعة وكثرة الصلاة والإنفاق في سبيل الله، لا بد أن ترى ما يسوءك ويزعجك من زوجتك أو من أولادك أو من جيرانك أو من أحبابك أو من أهلك أو من أباعد. لا بد أن ترى في هذه الحياة الدنيا ما يكره، لكن العبرة في اتخاذ القرارات. لا تتخذ قراراً قد يترتب عليه مفاسد في المستقبل. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يرزقك الله عز وجل الأولاد الصالحين من هذه المرأة، قد تبرك في حال مرضك وحال كبرك، قد تكون وفية معك وتديم الدعاء لك بعد خروجك من هذه الحياة الدنيا، قد ترى منها ما يفرحك بعد مماتك من كثرة الدعاء والأعمال الصالحة التي تهبها لك. فالخيرة فيما قدره الله عز وجل لابن آدم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم ونواصينا لما تحب وترضى.